الغرب لفنون الحرب مساء أمسية بين منتخبي المغرب والتايلاند بالقنيطرة، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة مع السفارة التايلاندية. وعرفت هذه الأمسية إجراء 4 مباريات. تفاصيل رفقة محمد عبد الرزاق بكاميرا محمد جدية. هي النسخة الثانية للفو كونتاكت بين المنتخبين المغربي والتايلاندي. 4 مباريات توزعت أوزانها ما بين 52 كيلوغرام و63. المباراة الأولى فاز فيها المغربي بوبكر عربية على أنوسو باناتو بالضربة القاضية. أما المقابلة الثانية فكانت تايلاندية بواسطة سموكيات على حساب سعد سعدون، فيما عادت المباراة الثالثة إلى المغرب بواسطة سفيان التواتي، قبل أن يعود تاشمارت في المقابلة الرابعة والأخيرة للفوز على حساب بدر الحلوي، ليصبح التعادل في هذه الأمسية بمباراتين لكل منهما. فزنا عليهم في التدورة الأولى، كانوا هناك لاعبين بزاف، وحسنا أنهم صلحوا المنتخب ديالهم وجابوا عاود دراري قويين باش يديروا معنا بطولة احترافية. والحمد لله كنشكر المدرب ديال المنتخب الوطني الحسن واسو خويا جواد على ايقاعهم بالتدريب بالمعسكر الرياضي بمعهد مولاي رشيد. أعتقد أن اللاعبين المغاربة في تطور مستمر. الآن هم يلعبون بطريقة جيدة وأدائهم يوازي أفضل الرياضيين، وأتمنى أن يكونوا الرقم 1 في المستقبل. هذه الأمسية هي الثانية بمدينة القنيطرة، إذ شهدت حضورا قويا للدبلوماسية التايلاندية بالمغرب. الجمهور المغربي مهتم جيدا بهذه الرياضة، لذا حرصنا على إقامة النسخة الثانية بالقنيطرة. المغاربة لديهم دراية شعبية برياضات فنون الحرب وبتقنيتها أيضا. اللقاء السابق اللي هو تنظم في 21/9/2013 عرف واحد النجاح، وعلى هذا برمنا واحد اتفاقية شراكة ما بيننا وبين السفارة التايلاندية من أجل الاحتكاك وتطور هذه الرياضة. أمسية ستمنح الفرصة للعناصر الوطنية للاحتكاك في رياضة مهدها تايلاند، والأمل تكوين أجيال لتمثيل المغرب في المحافل الدولية.